هلا حبايبي، شلونكم وشلون الصحة؟ إن شاء الله بخير يا ربي وبصحة دائما وعافية. وأرحب بالبداية بالمشتركين الجدد وأقولهم كلش فرحتوني أو شرفتوني بقناتهم، وإن شاء الله تكبر يا رب قناتهم بوجودكم. اليوم طلعنا مطرت علينا. قبل لا نبدأ الفيديو حبايبي لا تنسوني باللايك، هو يساعد الفيديو، ومشاركتكم إلي حتى تكبر القناة بوجودكم وهذا يسعدني. اليوم فيديونا حلو، راح نسوي مندي، نسوي حلويات، راح اسولف لكم تجربتي. قلت لكم انا ما نزل بس التجربه اللي انا مجربتها، شلون تخلصت من دلد الدجاجه او هذا النقاط اللي تطلع بالجسم. وعندي وصفه لكم للشعر انا دي استخدمها، وان شاء الله تستفادون اهم شيء من الفيديو. والمطر دا ينزل، وتذكرت اكو مقطع عجبني هسه نزلته مال صوت. المهم استمتعوا بالفيديو، اهم شيء انه تستفادون من عنده. يلا كملوا وياي للاخير حبايبي. لا كورونا يقعدهن، لا سرطان يقعدهن، لا مرض يقعدهن، بهالبرد وبهالجو المخربط طالعات. لا كورونا يقعدهن، لا سرطان يقعدهن، لا مرض يقعدهن، بهالبرد وبهالجو المخربط طالعات. هنا حبايبي بهاي الأجواء الشتوية بدها مدفون. راح أسوي مدفون مال دجاج. هو شلون تعرفوه نفس الأكلة الخليجية، شلون المندي أو الكبسة، بس هي شنو حلوة سهلة كلها تنجمع سوا بنفس الجدرية وبنفس الوقت صحية. هنا عندي نص دجاجة نقعتها بليمون ومي وملح وشوية خل لويش، لأن حتى ذب الزفرة مالتها. وهنا بالأطراف حبيباتها مالتين نشيلها، تعرفون لأن هو هذا السبب الزفرة بالدجاجة. كلها سوا تكون وصحية وطيبة يعني. هنا خلطت طماطة وبصل، مثل ما تشوفون حبيباتي خلطت راس طماطة وراس بصل وشوية ثوم. وبعدين ضفت التتبيلة اللي هي بهارات يعني هي أكلة خليجية تحب البهارات. ضفت بهارات دجاج، 7 بهارات، فلفل أسود، قرنفل، خلوا شنو عندكم من بهارات، هيل، بعد شنو ضفت كركم، كل شيء شنو عندكم من بهارات اضيفوها شوية. اضيفوا لها كاري لان هي شوية تحب الحرارة. وبعدين راح نخلط الدجاجة، يعني ندخل التتبيلة بالدجاجة حبيباتي كلش، بحيث يعني كلها ونضيف لها معلقتين ماتين معجون وياها. انا نزلت هاي الطريقة بالتفصيل على قناتي، بس اليوم لان سويتها غدا فهماتين صورت لكم. نخلطها كل زين حبيباتي. هواي اسحاق بلش التسحيق مالتي. اي كلش نخلطها زين بيها قبل لا نبلش بيها بقى. وهنايا راح اقطع خضروات، شنو عندكم من خضروات قطعوها. انا عندي هنايا جزر، فلفل، بصل. خلوا زيت بالبداية وضيفوا هذه الخضروات اللي عندكم كلها. بعدين نضيف الدجاجة هي والتتبيلة بدون ما نضيف أي مي إلها، بس هي. ونخليها بجدر ما تضغط، ونخليها على النار نهدرها تقريبا ساعة. يعني النار لا هي عالية ولا هي وسط، يعني شوية أعلى من القليل. تبقى ساعة كاملة هي والخضروات. قلت لكم بس خلوا شوية زيت بالجدر شوية. هنا بما انه خليناها على النار فراح اسوي سلطة حبايبي، هماتين نسولف انا وياكم. بس مو تضيفوا لها مي اذا ما مجربيها. انا مسويتها قلت لكم تفصيل على القناة مالتي. هنا يا حبايبي هاي مالت المطبخ، مثل ما تشوفوا مالت السنك. هو المطبخ حلو ونظيف، يعني الشقة مو كلش تعبانة، بس هذا شوية كل يعني تعبان، مو كلش تعبان، بيه خطوط وهاي يعني شكله مو مريح. ما انا ما احب شي اذا ما ارتاح له، فدائما اجيب إله لاصق. مثل ما تشوفون هسه ليش حكيت على الموضوع، حسه شكل بعد شوية شوفوه شكل ثاني، لان كل اسبوع مرات اقل شيء اغير، مرة اشوفه اسود مرة غير لون. فانا استخدم اللاصق، يعني شوية سعره مو كلش غالي، يعني ما اعرف انا متعبة نفسي اجيبه. وفترة يعني ماكو اسبوع هيك خرب غيرته، رحت جبت غير نوعية. ما اجيب هذا القوي الغالي، ان شاء الله اجيبه بس مو هسه، منتظره خبر يصير ان شاء الله اقول لكم بيه، لان انا ما اخبي شنو. ما اضمن عليكم شيء. وان شاء الله اذا ما صار شيء اجيبه. هنا يا حبايبي خلاص الدجاجة شوفوها مثل ما وضعتكم مستوية بشكل كلش قوي. هنا عندي التمن. التمن هنا يا حبايبي سويته صفيته الصفي. ضفت عليه بس هيل وشوية دارسين.
وضفته عليه، وضفت شوية مثل ما تشوفون شوية صبغة على نص جلاس مي، وانهفت تهدر تقريبا نص ساعة، أقل من نص ساعة. وهذا غدانا، شوفوه شلون مستوي طيب، كلش طيب حبايبي. وابقوا ويانا نهاية الفيديو راح نسوي الحلا. هنا راح نسوي الحلو أو الحلويات أو الحلا بس شلون حلا يخبل والله العظيم كلش طيب على فكرة. هنا راح أضيف كوبين حليب. أنا ما كنت رايدته يعني، بس شو أسوي جبرت الجهال وزوجي قالوا فسوي لنا حلويات لأن صار لي هواي تاركته. ضفت كوبين حليب ونص جلاس كاستر مثل ما شفتوا، راح نخلطهن كل زين، لأن أنا قلت لكم مسوية نظام وشوي مبتعدة عن الحلويات، بس شو أسوي انجبرت. وراح نخليهن على النار حبايبي. اول شي نخلطهن على البارد، وراح نضيف الشكر حسب الرغبة. انا ضفت تقريبا 3 معالق، انتم تردون 4 5 الحلا حسب ما انتم تردوها. هنايا راح نخلي الباركس ونخلي بيه بسكويت. البسكويت مو طحن، يعني انتم بايدكم تكسروه وتخلون طبقة خفيفة، يعني مو طبقة هواية، حتى يكون طيب، يعني مو يكون ثخين من تاخذون من عنده. كلش حبايبي هذا الطبق سهل مجربيه، تسووا بالنشا بالكاستر كيفكم. هنا راح نضيف الكاستر وشوية يعني نمشيه ونخليه متساوي على مود يصير طيب. هنا خليته بالثلاجة وهو ما يحتاج ثلاجة، جونا ما شاء الله. هنا راح نسوي الطبقة الثانية. الطبقة الثانية مستعجلة، بدل ما تجيب حليب جبت عيران لأنه يشابهن، ومستعجلة بسبب الجهال وياي. المهم فسويت حليب بودر، سويت كوبين. هنا يا حبايبي راح اضيف انا بودنج اللي هو عندنا يكون جاهز، شلون كاستر والهاي، بس هم كل شي ضايفي له، يعني حتى الشكر كل شي النشا. انتو شو تسوون؟ هماتين كوبين حليب ومعلقتين نشا وكاكاو، تقريبا نص كوب كاكاو وشكر، وها هي. وتدين تضيفون عليه قشطة بكيفكم، اذا ضفتوا قشطة تكون اطيب، بس احنا هذا هو جاهز يعني اذا ما متواجد عندكم كامل كل شي ماكو، بس نضيف له حليب ويصير مثل النشا والكاستر. وراح نخلطه هماتين على البارد، وبعدين نخليه على النار. مثل ما قلت لكم معلقتين نشا ويا الكاكاو، تقريبا نص كوب الكاكاو. هنا هاي الطبقة الثانية المفروض أخلي عليها بسكويت، بس أنا ما ضفت، وهيات البودنج ضفت عليه البودنج. لازم تخلون طبقة هماتين خفيفة بالنص، بس أنا ما ضفت، قلت أضيفها فوقها، يعني هيك جت ببالي أخلي فوقها حبشكلات. تريد تخلون فوقها كاكاو بكيفكم. هنا عندي ذني مات التزيين، مثل تسوين محلبي، تسوون أي شي شغلات هي هاي تزين للحلويات. أكثر شي أنا جبتها للقهوة. هواي قلت خلنا نضيف عليها بدل مال هذا، ضيف عليها بسكويت، ما ضفت عليها كاكاو، ضفت عليها بسكويت ونجحت وياي. مرة أنا سويتها بالكوب مال القهوة بس ما نجحت لأن الكوب صغير. هنايا نجحت ويانا. وهاي الحلا مالتنا كلش طيبة، خليتها قليل بالثلاجة لأن احنا جونا ما شاء الله البشر يجمدوا مو الحلويات فهاي شوفوا شلون كلش طيبة، بشكل طيبة. إذا مجربيها هماتين اكتبوا لي، وإذا ما مجربيها جربوها، لأن واحد بالشتاء يظل يشهي فكسرنا حتى النظام، بس أنا لا متماسكة. حتى لو أخذ فد شي قليل، يعني كليت من عدها بس طيبة، يعني جذبتني، بس أنا صرت أقوى من عدها. وهسه حبايبي راح نبدي اسولف لكم عن شلون تخلصت حبايبي من هذا اللي يطلع بالرجلين، اللي يكون الشعر النائم او الجلد الدجاجة. اشكال الى تسميات، انا كان عندي كلش قليل بس كلش تعبت من عنده. قبل لا نبلش اشتي لكم بالطرق فقط، والله اللي انا مجربته والله العظيم بنات شفت نتيجة كلش حلوة راح من عندي. بس شنو اللي خلاه هسه اسولف لكم. انا بالبداية استخدم هذا الجهاز مالت الشعر، بس بنات ما تسميه السحر، هسه ما قاعد استخدمه، بس يخبل هو شلون الشمع، بس كلش حلوة طريقته يعني وسهل. كنت من اروح اجيب بيصير عروض اخذ من عنده 2 من ذني مالت ازالة الشمع. هو شلون الشمع بس طريقته حلوة وسهلة ويأخر النمو مالت الشعر. فأحكي لكم عن تجربتي بيه. تشتري من عنده بس حاله تاخذون الأصلي، لأن أكثر منتجات توصل للعراق هي مو أصلية. إذا أحد جاكم لهنا أو تاخذون من بيج تعرفونه، حتى تأخر النمو مالت الشعر يطلع قليل، بس كلش ممتازة. حاليا أنا بنات دا أسوي ليزر، وخلصت تقريبا سويت 7 جلسات، وبقى عندي 3 هو من المركز مجانا، هو هيك المركز مالتنا.
سويت هذا اللي يكون حار، بالبداية بارد وبعدين حار. هذا بنات الجهاز شوفوا، بس بنات ممتاز، كنت اسميه السحر والله، ويأخر بشكل مو طبيعي. المهم حبايبي، هذا يعني حكيت لكم عن هذا الجهاز اللي زلت فيه. قلت لكم هسه انا دا اسوي الليزر. الطريقه بنات اللي استخدمتها ويا الليزر وقلل عليها وجربتها، والله بنات شفت نتيجه، يعني اللي انصحكم بيه يعني شفت عليه نتيجه اقول لكم عليه بنات، هو التقشير الجاف. وهسه اسولف لكم عن شنو الآلة اللي استخدمها بالتقشير الجاف. بنات كلش ممتاز، ساعدني مع التقشير اللي اسويه دائما مره بالاسبوع. قلت لكم هو الشكر، وهذا سويته وياكم. استخدم بنات هذه الآلة للتقشير الجاف، بنات كلش ممتازة بشكل والله شفت عليها نتيجة. تقريبا سووا بيها مرتين بالاسبوع، واسألكم شلون الحركات تسووها بيها. بنات كلش ممتازة، يمكن مصنوعة من مالت الحصان، شعر الحصان، ما أعرف من شنو. وهم حاولوا تاخذوها الأصلية، بس بنات كلش ممتازة التقصير الجاف. وتقدرون تدخلون على اليوتيوب وعلى الجوجل، عفوا الجوجل أضبط، وتاخذون عنها معلومات. بهالشكل بنات الطريقة مالتها من فوق لجوا مثل ما يشوفون وضحت لكم بالفيديو. تقريبا تبقين دقيقتين، هي سهلة أكثر ما تحطين زيت الزيتون وهيك شغلات مرة بالاسبوع، هاي وانت قاعدة من فوق لجوا، من فوق لجوا، إلى أن تطلع شلون الحبيبات بيها البيض. كلش ممتازة. بعدها ترطبين دقيقتين بنات، بعدها ترطبين. أنا كنت أستخدم هذا جويسن بس خلص جلسرين، بس خلاص من عنده، واستخدم هذا النوعية، ما استخدم انا المرطب بعطور لانه يسوي تحسس عندي ويصير اسمر الجسم. هذا اللي استفادت من عنده. هسه اسولف لكم الوصفه للشعر اللي استخدمها، لان استخدمت مره صبغت وياكم واستخدمت اكسجين وهيك، فحرك شعره وصار يابس. استخدم بنات هسه زيت اكليل الجبل، بنات كلش ممتاز للتساقط الشعر، للنعومه، يحفز نمو الشعر. واقروا عماتين عليه ودا يتحدثون عليه دكاتره زين. واستخدم وياه تردين زيت الزيتون او زيت جوز الهند، بس انا استخدم زيت جوز الهند للترطيب. اخذ من عنده تقريبا 5 قطرات، واخلي زيت جونسون وامشيه بالاطراف، ما عفوا بالفرومات الشعر بالاصابع، وبعدين اتركه للصبح. الصبح الا اغسله. وبعدين اكو بنيه هماتين، هذا قلت لكم اللي جربته كلش ممتاز بنات، جربوا اذا ما مجربين. بس هماتين بنات اعتمدن على الاكل مالتشن اللي عندها فقر، مو كل نريده من الزيوت. هماتين حكيت عليه عن ذاك الفيديو السابق انا. هسه اكو بنيه على اعتناء بالشعر الطويل، اقولها استخدمي مرتين زيوت بالاسبوع وتمشيط الشعر. بنات اللي اريد اقوله يعني اكو شي داخل وخارج، يعني انت من الخارج هم مهتمه من الداخل، عفوا باكلك بالخضروات، هذا همتين يفيد الشعر، يعني مو بس نريد بس الزيوت. عفوا زيت جوز الهند وزيت الزيتون تستخدمون ويانا قد زيت جونسون اشتبهت. المهم هذا البنية استخدمه مرتين بالاسبوع للزيوت، شعرها طويل قالت لي بالتعليقات. وتمشيط الشعر بنات، سواء الشعر الطويل للقصير، التمشيط مرتين، وخاصة بالليل هيك حتى تحركين الخلايا مالت الشعر. انا احكي لكم فقط اللي مجربته انا، اهم فقرة عندي هو الشعر، ومنزله فيديو بالخلطات اللي جربتها، لأن أنا كلش أحب الشعر بشكل، وأحب أهتم بنفسي، وأحب اهتمام بالأشياء اللي مجربتها فقط أحكي عليها. وإن شاء الله استفاديتوا من عندي، ولا تنسون باللايك، وجربوا هذا الزيت كلش مهم، اقروا عليه، شوفون دكاترة تتحدث عليه مو بس أنا، أوكي، وشفت عليه نتيجة. وإن شاء الله استفاديتوا من عندي، ومع ألف سلامة، وأحبكم أحبكم أحبكم.